اللي قدامنا ده شيت انترفيو كان جاي لأحد الزملاء وهو كان محاسب خبرة. كانوا طالبين منه 4 مطالب، وتعالى كده سريعا نبص على أول مطلوب. هنا بيقول لك مطلوب مراجعة فواتير ضريبة القيمة المضافة واكتشاف هل الضريبة المسجلة صحيحة أم لا. يعني هنا في عملية بيع وهنا في ضريبة، وعايز أعرف الضريبة دي صح ولا غلط. طيب هو القيمة المضافة كام؟ والله القيمة المضافة بتاعتي 14%. هبدأ إن أنا أستخدم معادلة بتاعتي وهي معادلة إف. هاجي أقول له طيب، هو الرقم ده المفروض ان هو 14% من ايه؟ من قيمة البيع. هقول له لو الضريبة المسجلة يساوي، وهبدأ ان انا افتح قوس، هقول له قيمة البيع في معدل الضريبة وهو كام؟ 14%. هتبدأ تقفل القوس بتاعك، هدوس فاصلة. طيب لو ده فعلا اتحقق، او لو هو ده الرقم ده 14% من قيمة البيع، والله يقول لي صحيح. تفتح علامات تنصيص شيفت وطه، تبدأ تكتب كلمة صحيح، فاصلة. طب لو في مشكلة أو الضريبة دي فيها مشكلة مش صحيحة، اكتب لي مراجعة. الاكسل يقفل لك القوس ياس. هتبدأ تشد المعادلة بتاعتك. هتلاحظ هنا إن عندنا فاتورتين فيهم مشكلة، وكده احنا اكتشفنا خطأ في ضريبة القيمة المضافة بمنتهى السهولة. لو ده على كده نبص على السؤال التاني بتاعنا. هنا مطلوب منك تحليل العملة مرتفعي المخاطر وهم أكبر من 90 يوم تأخير، ومبيعاتهم أكبر من 100,000، ومديك هنا العميل والمبيعات وأيام التأخير، وعايز يعرف هل العميل ده مخاطره مرتفعة ولا لأ. طب هو الشروط إيه؟ لو أكبر من 90 يوم وأكبر من 100,000 يبقى كده العميل ده المفروض تأخير، ولو أقل يبقى طبيعي. طيب أنا هنا هبدأ أستخدم دالة وهي دالة إيف يساوي. هبدأ أقول له إيف. بس ثواني كده خليك معايا، انا عايز هنا شرطين يتحققوا. لو الشرطين دول اتحققوا ابدأ نفذ لي الامرين دول. طيب انا عايز استخدم دالة جوه الايف اسمها دالة اند. ايه فكرة دالة اند دي؟ هنا هقول له لازم الشرطين اللي انا هديهم لك دول يحصلوا. اول شرط فيهم لو ايام التأخير دي اكبر من 90، هبدأ اقول له فاصلة. وكمان المبيعات دي اكبر من 100,000. المفروض ان الشرطين دول يحصلوا، ابدأ ان انت تديني نتيجة، وتبدأ تقفل القوس بتاع الان وتدوس فاصلة. هترجع تاني لدالة الايف. طب لو ده فعلا اتحقق، والله ابدأ اكتب لي تأخير. شيفت وطه علامات تنصيص، وهبدأ اكتب كلمة تأخير، فاصلة. طب لو ده ما اتحققش وما عدوش ال 90 يوم او ال 100,000، والله اكتب لي طبيعي. هبدأ اكتب كلمة طبيعي، وهبدأ ان انا ادوس انتر. هتلاحظ ان الاكسل كتب لك تأخير عشان هو عدى الشرطين. هنا هتبدأ تشد المعادلة بتاعتك. بمنتهى البساطة الاكسل حسب لك الشرطين وقال لك ان هنا عدى 90، هنا عدى ال 100,000، يبقى تأخير. وهنا كمان في حاجة كمان، هو عايز يدي لون للتأخير ولون للطبيعي بحيث ان هو ياخد باله منه بسرعة. يبقى انا عايز اعمل حاجة اسمها conditional formatting. علم لي على الحالة بتاعتنا. conditional formatting highlights rules. وهنا هقول له tickets that contains. لما تلاقي اول حاجه، لما تلاقي ايه؟ والله لما تلاقي تاخير ابدا اديها اللون الاصفر. هتيجي كده على الالوان قول له يلو. اوكي. ونفس الشرط تاني هايلايت، بس المره دي لما تلاقي كلمه طبيعي ابدا اديها اللون الاخضر. هتدوس اوكي. كده الاكسل خلص وحسب لك كل حاله. فاكر الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. وتعالى نبص سريعا كده على السؤال رقم 3 في الانترفيو. عايز تحليل المبيعات حسب الفرع والشهر، وهنا مديك فروع والشهور والمبيعات. وسريعا كده انا جهزت الداتا بتاعتي بره. طب جهزتها ليه؟ والله انا هعمل هنا قائمه منسدله. هعمل حاجه اسمها داتا فاليديشن. هتيجي هنا عند الشهر وتروح على تبويب داتا، داتا فاليديشن. والله انا عايز اعمل ايه؟ انا هروح على فاليديشن كريتيريا الاو، هقول له ليست. السورس بتاعك انا عايز الشهور. هدوس اوكي. وهاجي هنا هعمل نفس الشيء مع الفروع. داتا فاليديشن، اعمل لي ليست، بس المره دي السورس بتاعي هيبقى الفروع. هدوس اوكي. هتلاحظ هنا ان بقى عندك قائمة منسدلة فيها الفروع
او شهور وفيها الفروع. تعالى كده نختار مثلا يناير في القاهرة، وتعالى نختار الدالة بتاعتنا. انا عايز دالة تجمع لي بشرطين، بشرط يناير وشرط القاهرة. يعني عايز اجمع مش بشرط واحد، لا بشرطين. يبقى دالة ايه؟ دالة sum ifs. تعالى نجرب مع بعض. يساوي sum ifs. اول حاجه هيقول لك السام رينج، والله المبيعات بتاعتي، علم على المبيعات بتاعتي كلها ودوس اف 4 فاصله. كريتيريا رينج واحد، بيقول لك فين مكان تواجد الشرط الاول. انا عايزك تبص على الشهور دي وتبدا ان انت تختار لي يناير من المكان ده فاصله. وعايزك الشرط التاني تبص لي على الفروع وتبدا ان انت تختار لي الفرع من المكان ده. هتدوس انتر. هتلاحظ هنا ان الاكسل قال لك 180,000 بناء على يناير في القاهرة. وكده انت عملت تحليل للمبيعات بمنتهى السهولة. تعالى كده نبص سريعا على آخر سؤال في الانترفيو. هنا بيقول لك مطلوب استرجاع سعر الصنف، مديك كود وصنف وسعر، وعايز لما تحط الكود هنا يبدأ الإكسل يطلع لك السعر. حلو، يعني هو عايز يعمل عملية بحث. هو الداتا اللي قدامك دي مكتوبة على شكل إيه؟ مكتوبة على شكل عمود. يبقى أنا هعمل البحث بتاعي عن طريق دالة الفي لوك أب. بس تعالى كده الأول نعمل قائمة منسدرة زي ما اتعودنا. داتا فاليديشن allow list السورس بتاعك. والله السورس بتاعي هيبقى الأرقام دي. هختار أي كود وليكن 3، وهبدأ أقول له يساوي في لوك أب. أول حاجة اللوك أب فاليو، أنت بتدور بدلالة مين؟ أنا بدور بدلالة الكود، ولازم تدور بدلالة الكود لأن هو أول عمود عندك. طيب فاصلة. التيبل أري، فين الجدول اللي فيه البيانات؟ هعلم على الجدول بتاعي فاصلة. بيقول لك هنا رقم العمود اللي فيه الإجابة، مش من الشيت كله، لا أنت عايز السعر يبقى 1 2 3 يبقى 3 فاصلة. فولس ما تقربش، أنا عايز أنزل الإجابة زي ما هي. هدوس انتر، هيقول لك إن كود 3 ب30,000. طيب لو غيرت الكود هل النتيجة هتتغير؟ هتلاحظ معايا إن النتائج بتتغير، وممكن تعمل نفس عملية البحث دي وتدور كمان على الأصناف. وكده احنا خلصنا سؤال انترفيو، كان بصراحة مليان دوال جميلة جدا. ومستنيين أشوفكم في فيديوهات تانية أو في أجزاء تانية بإذن الله.